السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أنا جيت وبعد غياب طويل. أنا جبت لكم اليوم كيفاش غنصوب الخليع، نصوبوا الخليع في الدار كاملين، كنشريوه ومرة يصدق ومرة ما يصدقش. اجيو معايا نوريكم كيفاش كنصاوب الخليع انا عندي في الدار. ولكن قبل ما نبداو كنشكركم بزاف على القناه اللي وصلتوها ليا حتى لهذا العدد، كنطلب من الحضور الجديد دائما ما ينسونيش من اللايكات، وما تنسونيش تمشيو ليا الانستغرام، عنده نفس الاسم ديال القناه ونفس الصوره. ان شاء الله توصلوا ليا كيف ما وصلتوا ليا القناه ديالي، ولكن مازال باغي نزيدو نوصلوا حتى 100 ان شاء الله. واليوم من اليوم غنبداو عاوتاني بالجديد ان شاء الله. ما تنسونيش وما تنساوش لاول مره يشاهد القناه يتفضل معنا بالاشتراك وينضم للعائله ديال القناه. وكنشكركم بزاف بزاف بزاف. ويلا هو معايا على بركه الله نبداو. ما تنسوش حتى شي مرحله، راه كل شي مهم. هذا هو القديد ديالي بعد ما يبستو مره واحده، نهار واحد. كاين الشمس دابا، نهار واحد يبس يرجع كيشعل. هنايا خدينا الشحمه طحنتها. انا عندي الشحمه في الفريغو، جبدتها وطحنتها حتى ولات ليا بهذه الطريقه. وما تنساوش ان القديد راه ما خصوش يكرم بزاف، ما خصوش يبس بزاف يقروش، خاصو يبقى شويه مهبر باش كيجي الخليع زوين. هنايا طحنت الشحمه. بغيتي تزيدي الشحمه زيديها، انا درت هذا المقدار، كل واحد وعلاش قدر. الا زدتي الشحمه كثيره راه غتديريها غتبقى لك تما مزيانه، غتبقاي تستغليها بزاف، ديري بها رغيفات، تصوبي بها البيض اللي بغيتي ديري بها. هنا غنحتاج 2 ديال المعالق كبار ديال القزبر حبوب مطحون، 2 معالق كبار. هنا درت 2 معالق ونص حيت بقى ليا داك شويه بلا ما نخليه في الطاسه. درتو 2 معالق كبار، بغيتي ديري 3 ديريها، المهم راه هو اللي كيلذذ. 2 معالق كبار ديال الكمون. وهاد العطريه ديالي انا كنشريها وكنقيها وكنطحنها في الدار راسي باش كتبقى فيها ديك اللذه زوينه. الشحمه راه جبدتها من الفريغو وطحنت ليا بالخف. ملي كتكون في الفريغو تجبديها وكتطحنيها كتولي لك بحال هكا. من الاحسن تكون في الفريغو، تكون في المجمد يعني. غناخذ واحد نصف لتر من زيت البلديه. هاد الكاس عندي كيهز نصف لتر. نتوما غديروا 4 ديال الكيسان ديال العنبه اللي ما عندهاش العبار باش تعبر. 4 الكيسان د العنبه. انا عندي هاد الكاس كبير كيعبر نصف لتر. غنحركوا الكل وغنضيف الماء. نتوما القديد راه ما يابسش بزاف. الماء انا غندير واحد شويه دابا باش نخلط. اللي بغى يذوبها عاد باش يضيف القديد يذوبها، ولكن انا كنفضل كنضيف كل شيء من الاول، لحقاش هي الشحمه غتذوب. علاش انا غنبقى نتسنى حتى تذوب وعاد نضيف عليها القديد؟ انا كيف ما كنخلطها غنضيف عليها. منين ضفت عليها الماء، واحد شويه ديال الماء، غنضيف القديد ديالي وعاد نغطيه بالماء. خاصني القديد يجي مغطي بالماء. انتما كتشوفوا راه القديد شرملته بالليل، بيتو في الشرموله ديالو، خليته 24 ساعه في الشرموله في قزبر حبوب
والثومه راه درتها كثيره باش ما نديرهاش دابا في القديد، ما غنديرهاش حيت القديد ديالي راه فيه الثومه والزيت البلديه وشويه ديال البزار. درت لكم الفيديو اللي قبل من هذا فيه العطريه التتبيله ديالو. دابا نغطيه بالماء ونشعل عليه النار. بعد ما شعلت عليه النار خاصني دابا وساعه نجي نطلع عليه باش نحركه. نتوما كتعرفوا، وخاص النار منين يبدا يغلي خاص النار تكون مهيله. هانتوما كتشوفوا الشحمه هي دابت بلا ما نحتاج ندوبها وعاد نلوح فيها القديد. وإلا كان عندكم اللحم ما كيطيبش في ساعه بيان سور ملي كتكوني اكيد ملي غتشوفيه ما طابش والماء نقص خاصك تزيدي الماء. هانتوما كتشوفوا الشحمه دابت كليا. بحال هاد الرغوه ما خاصهاش تبقى لك في ملي كيكون يغلي. هاد الرغوه ملي كتكون باقا اذا راه كاين باقي الماء. خليت القديد كيغلي مازال. هانتوما كتشوفوا كيفاش طاب ولا كيتفرتت. دابا راه طاب، خاصني نقص النار نخليها مهيله ونخلي حتى تحيد ليا ديك الرغوه اللي كتكون فوق من الزيت. ومني كتشوفيها صافي حيدات صورت عند بالي كنت كنصور ولكن ما تصورتش ليا. كنشبر واحد الطرف ديال الورق كنغطس ليه غير الراس ديالو في داك الزويته. وإلا شعلت فيه البريكي دار ديك الصوت بحال هكا وعاد بدات تشعل النار، عرفوا راه الماء باقي، هذيك التشتيش ديال الماء. وإلا شعلات ديريكت عرفوا راه بلا الماء ما بقاش. هذا هو الخليع ديالي، ها هو وجد. فرقته درتو في هاد القديره ودرت في القراحي. راه كيعطي كميه كبيره. درت حساب شي كيلو ونص ولا 2 كيلو ديال اللحم، ما درتش بزاف. وهكا كنخليوه وناكلوه مع البيض، نعمرو به رغيفات، نعمرو به حتى المخامر بطبوط. اللي بغيتو ديروا فيه راه كيجي رائع. وضامنه راسك اش من اللحم صوبه. من الاحسن نصوبو في الدار. ما تنسونيش من اللايك والانستغرام. عافاكم. شكرا شكرا شكرا. الانستغرام ليه خطيكم عليا. الاسم ديال الانستغرام نفس الاسم ديال القناه وبنفس الصوره. كنتمنى كلكم تمشيو ليا الانستغرام، وان شاء الله غنبقى نلوح فيه الفيديوهات، التصاور ديال الفيديوهات اللي غندير تما قبل من هذا. وان شاء الله نديروا اللايفات من انستغرام باش نتحتوا ونتعرفوا على بعض كتير ونتعرفوني مزيان ونعرفكم حتى انا. لحقاش دابا راه قناتكم ماشي القناه ديالي بوحدي. ونبدا نتشاور معكم شنو خصني ندير فيها وشنو اللي ما خصنيش ندير فيها، وشنو اللي خصني نحيد منها وشنو اللي خاصو يبقى، واشنو النوع ديال الفيديوهات اللي كتبغيو. ان شاء الله بغيت نجدد من القناه، ولكن الصراحه خاصني رايكم ولا بد. خاصكم تعطيوني اراء ديالكم، هي اللي غتعاونني باش نزيد بها القدام ان شاء الله. وما تنسونيش من اللايكات وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهذا هو الخليع ديالنا. هانتوما كيف كيجي راه غزال. هانتوما القريعات ديالنا كتخزنوهم في القريعه، بغيتي ديريهم في القديره كيف ما كانوا الناس ديال بكري كيديروهم. ديريه في القديره واخا تخليه منزل غير فوق البوطاجي ولا في البلاكار ديال الخزين ديال المونه اللي عندك، راه ما كيطرى ليه حتى شي حاجه ويقدر يبقى حتى عام حتى عامين يبقى هكاك. خاصو غير الماء ما يبقاش فيه. وخاص ولا بد ديك التجربه ديال الماء هي كانت مهمه ولكن ما تصورتش ليا. استسمح. والى اللقاء في فيديو قادم. وما تنسونيش الانستغرام ديالي، ها هو فيه عاطف مليكه.
عاطف مليكة، وفيه نفس الصورة ونفس الاسم. كنشكركم بزاف، كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وما تنسونيش الله يحفظكم باش نوصلوا القناة ل100 ان شاء الله، وبجهد الله غنوصلوا ان شاء الله.